هذا الموبايل ماخذ فول ماركت على التصميم، على الشاشة، على الأداء، على الكاميرات، على بطارية وشحن سريع، على كل شيء حرفيا. وأرقام التقييم جابت فول مارك بأغلب مواقع التقييم. ينافس موبايل سامسونج جالكسي 54 وريدمي نوت 12 برو بلس. هذا هو فيفو في 27. من أول مسكة للجهاز راح يجبرك إنه تحبه. فيفو حطت لك ظهر من الزجاج وعليه طبقة سحرية ما راح تطبع البصمات على ظهر الجهاز بسببها. إضافة إنه جعلت الظهر غير قابل للتزحلق رغم إنه هذا الجهاز من الزجاج. والحلو بالموضوع انه فيفو خلت الظهر متغير للون، فبداخل الغرفه راح تشوفه لون ومتطلع على الشمس راح يكون لونه غامق نوعا ما. وخلت وزن الجهاز 180 غرام وسمكه 7.4 ملي، يعني الجهاز خفيف ونحيف بنفس الوقت. وبروز الكاميرات جدا بسيط بالظهر، وبصف الكاميرات راح تشوف رنج دائري تستخدمه بالظلام اثناء التصوير وراح ينطيك صور حلوه بالليل. فيفو خلت لك شاشه منحنيه من نوع الاموليد فول اتش دي بلس بحجم 6.78 بوصه بتردد 120 هرتز. الشاشه حلوه وفخمه وراح تشوف الانحناء شلون منطيها جمال بالمشاهده، لكن الالوان مقارنه بالاجهزه اللي بنفس الفئه السعريه راح تحسها مشبعه زياده، وهالشيء ربما تتضايق منه. بالنسبه لسطوع الشاشه فتحتوي الشاشه على 1300 شمعه وتحت الشمس راح تكون الاناره واضحه. اما اداء فيفو استخدمت معالج قوي من ميديا تك دايمنسيتي 7280 نواه بدقه تصنيع الأربعة نانومتر. طبعا هالمعالج اقوى من سناب دراجون 778 واقوى من ميديا تك 1080 واقوى من اكزينوس 1380 واقل بحبايه من سناب دراجون 870. يعني انت عندك معالج تقريبا فلاج شيب. الجهاز يجيب معالج رسوميات مالي جي 610 ورام 8 او 12 جيجا وذواكر ال 128 وال 256 جيجا. وهالشيء هذا راح يخليك تلعب بوب جي اتش دي الترا، واذا ردت تقلل الجرافيك وتلعب على الاكستريم راح تاخذ تجربه حلوه ومستقره وبدون تسقيط فريمات. وبالنسبه للحراره ما راح تحس بحراره الجهاز لربما شيء بسيط من الاسفل. البصمه راح تكون مدمجه اسفل الشاشه وراح تنطيك استجابه سريعه لفتح الجهاز. الجهاز يجي واجهه فيفو 13 واندرويد 13 ويحتوي على مايك اضافي لعزل الضوضاء، وبيه خاصيه Always on Display، وبيه خاصيه حمايه العين من الالوان المشعه. والشاشه راح تنطيك مليار لون. لكن الشيء المزعج بالجهاز صوته للاسف مونو مو ستيريو، وهذا العيب الوحيد بالجهاز. طبعا الصوت مو سيء لكن جيد نوعا ما. 4700 ملي امبير خيار فيفو بهذا الجهاز من الممكن نشوفها قليلة، لكن بسبب انه فيفو تعبت على جهازها وخلته خفيف الوزن ونحيف فخلت لك بطارية بهاي السعة، وخلت لك شاحن سريع بقدرة 66 واط يجي ويا الجهاز يشحن الجهاز خلال 45 دقيقة. هسه نجي الى التحفة اللي مخليتها فيفو بجهازها. كاميرا رئيسية 50 ميجا ومثبت بصري ومستشعر من سوني IMX 766 في، وعدسة 8 ميجا للالترا وايد و2 ميجا للتصوير مايكرو، وهي عدسة سيلفي 50 ميجا بكسل واوتو فوكس حقيقي، وتصوير الفيديو 4K 30 فريم ومثبت للعدسة اثناء التصوير. سعر الجهاز $400 وتقدر تخلي بيه شريحتين اتصال بس بتقدر تضيف ميموري خارجي. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تتابعنا لاي شيء جديد، لايك ونشوفكم بصحة وخير.